ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه في الغلا وفي الاسعار اللي متذبذبة كل يوم دي اللي مش عارفين اخرتها ايه؟ المهم من كام يوم كده شفنا اخبار انتشرت جامد، ان في نوع جديد من انواع السرقات بدأ يحصل. وده كان شيء متوقع بالامانة بعد ارتفاع سعر الكاوتش الرهيب، واللي وصل للشعبي بتاعه للعربيات اللي احنا بنسميها عربيات المتوسطة. المفروض ان اي حد بيستخدمها زي النيسان صاني وزي اللوجان وزي الكلام ده كله ل 5000 جنيه لفردة الكاوتش الواحدة اللي هي مقاس 15. فطبعا شفنا ظاهرة بدأت تظهر تاني، ترجع تاني للسوق، وهي سرقة كاوتش العربية. ويا ريته بيسرق الكاوتش ده، بيسرق الكاوتش وجنط العربية، بيسرق الاتنين مع بعض. بيرفع العربية زي ما احنا شايفين في الصورة كده على طوب، وبيبدأ يفك الكاوتش بالجنط وبيحطه بقى على العربية، بيبقى جايبها معاه وبياخد بعضه وبيتكل على الله. انت تصحى من النوم تبص كده في الشارع، تلاقي مثلا 40 50 ألف جنيه راحوا منك في الأرض، طقم جنود طقم كاوتش. فحاجة زي كده طبعا تحرق دم أي حد. طيب، ايه الحل؟ ناس كتيرة اتكلمت عن موضوع لوك الجنوط، وان لوك الجنوط مهم ولازم نركب لوك جنوط للعربية. وده هيحميها من السرقة، وهيحميها من ان حد يقدر يفك الجنط نفسه وهو بقى مركونة في الشارع او كده. مبدئيا كده لوك الجنوط ده كويس، مش وحش، مفيش منه مشاكل. بس لازم تاخد بالك عشان في انواع صيني، وفي انواع تايواني، وفي كذا نوع في السوق، وفي انواع مكتوب عليها ان هي تايواني وياباني وهي اصلا صيني. فالكواليتي برضو عندنا مش هتلاقي احسن حاجة. تاني حاجة، سعر اللوك الجنوط نفسه دلوقتي بقى غالي جدا، يعني تسمع 600 و800 وحاجات زي كده. في من لوك الجنوط في نوعين. في نوع بيبقى عبارة عن 4 لقم بس، بتركب واحدة في كل جنط، بيجي معاها المفتاح بتاعها. وفي نوع تاني بيبقى 20 لقمة، 20 لقمة بتركب مكان المسامير بتاعت كل فردة وبيجي معاها المفتاح بتاعها. مبدئيا ابعد عن ال20 لقمة دي خالص. ليه؟ الخامة نفسها بتاعت اللقمة اللي بتركب في الجنط مش زي الاوريجينال اللي جاي في العربية. انت عربيتك ياباني او الماني، جايب لوك جنوط، هيفضل يبقى في الاخر صيني. فاكيد اللقمة نفسها مش بنفس الكواليتي العربية اللي جاية معاها الاصلية. انت لو هتجيب الاربعة بس، تمام. هتروح مفكك واحدة ومركب اللقمة بتاعتها بالمفتاح، وانت بتقفل ما تقفلش جامد، تقرب بالراحة. ليه؟ عشان خاطر الراس نفسها اللي جاية، اللي هي بتفك اللقمة دي، اللي هي المفتاح بتاعك وبتقفلها، دي ما بتبقاش قوية زي اللي جاية بتاعت العربية. ممكن وانت بتلف تتكسر، فبرضه ما بتقرش جامد وبتهوي حاجة بسيطة. يعني ايه؟ تقفل بس من غير ما يعني من غير ما تحرق زي ما بيقولوا جامد على العربية زي بقية الفرق. طيب ده حل برضه؟ انا شايف برضه ان ده مش حل. ليه؟ اللي رايح يسرق عربيه، مبدئيا انت هتلاقي 3 4 5 انواع في السوق. يعني هو لو هو عصابه محترفه فعلا وراحت اشترت اللقمه بتاع كل نوع، خلاص اول ما يشوف اللوك ده، يعني معلش اللي احنا شايفين عربيه مرسيدس، طقم الجنوب بتاعها بطقم الكاوتش بتاعها المسروق ده تقريبا سعره ممكن يخش في 60 70 الف جنيه. فده واحد مثلا عشان يعمل حاجه زي كده، اكيد لو عصابه محترفه فعلا اكيد معاها الطقم ده، سهل ان هو يجيبه. تاني حاجه، الكاميرات حل؟ لا برضو مش حل. الكاميرا عامة، الزاوية بتاعت الرؤية بتاعتها، مكان التثبيت، ممكن اصلا ما يبقاش وشهم موجود. فانت لو معتمد انت بتركن العربية قدام مكان فيه كاميرا والكاميرا دي هتحميك، لا ده ما يعتبرش برضه حل. طيب الحل ايه؟ الحل ان انت تركن العربية في جراج. دلوقتي الجراج هو احسن حل عشان خاطر تحمي فيه عربيتك وتحمي كاوتش عربيتك من السرقة. ده انسب حل ممكن تعمله دلوقتي. معلش انا عارف ان في ناس بتركن عربيات في اماكن بعيدة شوية في الجراشات بتاعتها وبتضطر ان هي تتمشى او كده، بس ده هو الحل الوحيد دلوقتي. لازم يبقى المكان متأمن، ان انت بتركنه عندك في البيت، بتركن في الشارع، بتركن قدام عمارتك. طالما مفيش جراج، انت معرض لخطر. فلو هتجيب اللوك ده برضو ممكن يحميك بنسبة نقول 50%، وربنا يسترها علينا وعليكم دايما. وحاول دايما تغطي العربية، تركب اللوك. ده الكلام ده لو انت هتركن قدام بيتك او مفيش جراج، مفيش امكانية تركن في جراج. في جراج عندك بعيد شوية هتدفع فيه فلوس، صدقني المبلغ اللي هتدفعه ده ما يعتبرش حاجة لو صحيت ولقيت الصدمة دي قدامك. فربنا يسترها علينا وعليكم دايما، والاسعار تهدى شوية، والعصابة اللي بتعمل كده او الناس اللي بتعمل كده
يتمسكوا قريب والناس ترجع لها كاوتشاتها تاني. ويا ربنا يعوض على الناس اللي اتسرقت الكاوتشات العربية بتاعتها، ويعوضها خير عنها ان شاء الله. واحترسوا بس الموضوع ده جامد عشان منتشر اليومين دول، وان شاء الله تبقى الموضوع ده يخلص يعني سريعا. وحتى يعني انت لو هتعمل كده، انت تعمل كده برضو امان ليك انت شخصيا. يعني سواء الموضوع ده كان فعلا ظاهرة ومنتشرة، سواء الكلام ده ما كانش مظبوط، برضو انت امن نفسك. انت برضو مش هتخسر حاجة لما تجيب اللوك ده وتغطي عربيتك لو انت بتركنها في مكان مفتوح. ويا ريت تبقى في وسط الناس، ما تبقاش في اماكن متطرفة، او تركنها في جراج لو انت في امكانية تركنها في جراج. وهشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. وكان معاكم مؤمن سيد. سلام.